أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جامعة الإسماعيلية الجديدة. النهارده يوم تاريخي في الحقيقة. وزير التعليم العالي بيتفقد هو ورؤساء جامعات مصر جامعة الإسماعيلية الجديدة. جامعة الإسماعيلية الجديدة تقام في قلب سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، على مساحة 30 فدان، بتضم 10 مباني عملاقة بتستقبل آلاف الطلاب. في الحقيقة كان من أهم الأهداف الأمن القومي المصري هو توطين المواطن في شبه في سيناء. وكان اهم الاولويات اقامه عدد من الجامعات داخل المدن الجديده. الجامعه الاسماعيليه الجديده بتقام داخل مدينه الاسماعيليه الجديده اللي فيها 57 الف وحده سكنيه. الرئيس مدي توجيهات ان مصاريف الجامعات الاهليه، وانها جامعه الاسماعيليه الجديده تكون اقل من تكلفه الجامعات الخاصه عشان نجذب عدد اكبر من الطلبه. وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع النهارده في اول زياره صحفيه واعلاميه لجامعه الاسماعيليه الجديده. في الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين هذه المباني العملاقه وفق احدث نظم التكنولوجيا التعليم في العالم، حاجه مصدر فخر لنا جميعا في الحقيقه. خلونا نتابع مع حضراتكم الزياره مع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات. وبنقول دايما وابدا في الحقيقه من قلب رمال سيناء، من قلب جامعه الاسماعيليه الجديده، تحيا مصر دائما وابدا. هذا خلاص بنوا عليه. بعد اذنك يا استاذه دي بعد المساحه بعد اذنك. الستادي سيتنج بتاعنا في البرايمري هيلث كير يونتس. بعد كده عندنا الستادي بوبيوليشن. الانكلوجن كرايتيريا عندنا المنتال ستيبل ادلت بيشنت، اكسكلوجن البيبل ويز منتال هيلث بروبلم از اوتسايد. السامبلنج بتاعنا عندنا السامبل